صباح الخير، معاكم دكتور عماد وقناة صيدلينو. في أنواع كتير من أنواع البشرة، بشرة دهنية، جافة، عادية وحساسة. والسوق مليان سيرامات، سيرام فيتامين اي وفيتامين سي وهيالورونيك اسيد ونياسيناميد وسيرامات كتير جدا. طب ازاي تختاري سيرام مناسب لنوع بشرتك؟ البشرة الدهنية، ودي أكتر بشرة معرضة لظهور الحبوب. وأنسب سيرام للبشرة الدهنية هو سيرام الراتينول، لأن سيرام الراتينول بينشف البشرة ويقلل ظهور الحبوب، ويعتبر أقوى سيرام لتحفيز إنتاج الكولاجين في البشرة، وأقوى سيرام للخطوط والتجاعيد والحماية ضد الشيخوخة. سيرام الراتينول موجود في السوق من تركيزات نص لغاية 2%. لو ما استعملتيش راتينول قبل كده يفضل تبتدي بأقل تركيز وهو نص في المية، بتستعمليه مرتين في الأسبوع لمدة أسبوعين، وبعد الأسبوعين تقدري تستخدميه يوميا. وطبعا يستخدم مساء، بلاش استخدامه صباحا، لأن خروج بيه صباحا ممكن يعمل تحسس من الشمس. البشرة الجافة، ودول أكتر ناس معرضين لجفاف وتقشير البشرة خاصة في فصل الشتاء. وأفضل سيرم لأصحاب البشرة الجافة هو سيرم فيتامين سي، اللي بيحفز الكولاجين ويفتح البشرة. كمان سيرم فيتامين سي مضاد للأكسدة، موجود في السوق من تركيزات 5 ل 10%. طبعا بداية الاستعمال بنستعمله مرتين أسبوعيا لمدة أسبوعين، وبعد كده لما البشرة تتعود عليه نستعمله يوميا. البشرة الحساسة، ودول أكتر ناس معرضين لتحسس البشرة وظهور التهابات عليها. وأنسب سيرم لأصحاب البشرة الحساسة هو سيرم النياسيناميد، لأنه مضاد للتحسس ومضاد للالتهابات، كمان بيدي نضارة وتفتيح للبشرة ومضاد للأكسدة. أصحاب البشرة العادية، ودول يقدروا يستعملوا أي نوع من أنواع السيرامات. ومعلومة سريعة، سيرم الهيالورونيك أسيد ينفع لأي نوع من أنواع البشرة، يقدر يستعمله أصحاب البشرة الجافة والعادية والدهنية والمختلطة، وطبعا أصحاب البشرة الحساسة. ما تنسوش لو الحلقة عجبتكم لايك وسبسكرايب، وشكرا.